اللي ما جربش قبل كده العزيزية فهي من أجمل الحلويات الشرقية، خصوصا لما تاكلوها من مكان حلو ومضمون وعامله باحترافية. النهاردة هعملها معاكم بكل أسرارها وطريقتي الخاصة اللي هتخليكوا تاكلوا حتة عزيزية بقوام ولون وسكر مظبوطين على الشعرة وبتدوب دوبان في البق. فمتأكدة لو جربتوها مش هتبطلوا أبدا تعملوها. في الحلة بتاعتي هضيف كوباية إلا ربع من المكرونة، اي نوع مكرونه متوفر عندنا، وهغطيها كده بشويه حلوين من الميه، يعني كوبايه ونص تقريبا، ومعلقه كبيره من السكر، وهرفعها على النار تتسلق لحد ما تشرب ميتها كلها وتتهري. يعني انا عايزه المكرونه تبقى معجنه شويه زي ما بنقول. ولو عندي نوع مكرونه لقيتها وهي بتتسلق بتنفش قوي كده ومش كويسه ومش هستخدمها، اقدر استخدمها في الوصفه. في الوصفه كلها هستخدم 1.5 لتر من الحليب. هاخد نص الكميه دلوقتي في الخلاط بتاعي، وهضيف عليه المكرونه اللي احنا لسه سلقينها من غير ما اغسلها ولا اصفيها. ولكل 1.5 لتر حليب بضيف كوبايه الا ربع من السكر، واربع معالق كبار هرميين مليانين من النشا او كيس النشا المعبأ اللي بيكون حجمه 100 جرام. وهاخد الخلاط بتاعي بقى واضربه ضرب كويس جدا لحد ما المكرونه عندي تتفتت وتبقى زي الحبيبات الصغيره كده، وكل حاجه تمتزج مع بعض. هنزل بيهم في الحله بتاعتي وهضيف عليهم بقيه كميه الحليب، يعني بقيه 1.5 لتر. فانيليا نوع كويس، باودر او سايله، المهم اكون بحب طعمها لان هي هتبان الطعم بتاعها. وفي ناس بتحب فيها طعم الجوز الهند، فنقدر نحط معلقتين كبار مليانين من جوز الهند المبشور او نستغنى عنه. انا ما ضفتش في العزيزيه بتاعتي، ورفعت كل ده على النار مع التقليب المستمر لحد ما تبدا تبقبق وتغلي بالشكل ده. هطفي النار عندي خالص. هضيف بقى معلقتين كبار حلوين كده من القشطه او وش اللبن، يعني اي نوع قشطه متوفر عندي، وهقلبهم لحد ما يدوبوا واوصل لقوام الكريمي اللي انتوا شايفين. ويفضل قبل ما ابتدي في الوصفه اكون محضره الصينيه بتاعتي، بمسحها بمسحه سمنه بلدي حلوه كده يكون طعمها حلو، وانزل بالخليط الكريمي بتاع العزيزيه عندي بالشكل ده، وهسيبها في درجة حرارة الغرفة لحد ما تمسك نفسها وتعمل قشرة وطبقة على الوش بالطريقة دي. يعني لما احط صباعي كده ما تكونش بتلزق في ايدي. في الوقت ده هكون محضرة معلقة سمنة بلدي وادهن دهنة بسيطة على الوش. انا مسيحاها عشان اعرف ادهنها واوزعها كويس على وش الصينية. في ناس بتضيف مع معلقة السمنة البلدي دي معلقة عسل ابيض، لكن انا النهاردة هضيف مكون هينقل الطعم في حتة تانية خالص. بعد ما هخلص توزيع السمنة بتاعتي على الوش كلها هبتدي اضيف رشة من السكر ونوزعها على الوش كله زي ما انا بعمل كده. هكون بقى مسخنه الفرن كويس جدا على درجه حراره 180. بعد كده بطفي الفرن واشغل الشوايه بس، وادخل الصينيه بتاعتي في الرف اللي في النص، واخد بالي بقى وهي بتتحمر افضل الفها طول وقت التحمير علشان تاخد لون مظبوط من كل الاتجاهات. السكر عندي هيتكرمل ويديها لون وطعم يجننوا. بتطلع من الفرن بقى بسيبها تبرد تماما قبل التقطيع والتقديم، او كمان لو الجو حر بندخلها التلاجة. انا استخدمت صينيه مقاس 40، وده السمك بتاع العزيزيه بتاعتي. لو حابين السمك يكون اعلى من كده شويه وده انا مش بفضله بصراحه، هنستخدم صينيه بتاعتنا مقاس 30. واحكولي بقى على جمال القوام واللون واللمعه والطعم طبعا اللي انا مش قادره اوصفه لكم، بس بيتكلم عن جماله في الفيديو. طعم زي القشطه وكريمي قوي وحقيقي بتدوب دوبان. كل حاجه فيها مظبوطه زي ما الكتاب بيقول. ده غير انها طلعت كميه كبيره جدا تكفي الحبايب وحبايب الحبايب. انا كده خلصت وصفه العزيزيه بتاعتي النهارده خلاص. متاكده من سهولتها وبساطتها وحلاوتها وقد ايه فتحت نفسكم عليها. هتقوموا تجربوها، وما تنسونيش من دعوه حلوه من قلبكم وتعملوا لي لايك وشير للفيديو لو استفدتم مني. الف هنا وعافيه على قلبكم وقلب ولادكم مقدما، ومع الف سلامه.